رجعت من الدوام وصادف الجو يمطر. شوف اللقطات شلون هي نقطات لا شو اللغة العربية ضاربة نقطات الماء الجميلة. انظروا هنا وهنا أنا تشيز تقول الصورة وبس. وشوفوا شنو هاي هدية من صديقة فنونة. كانت شنو سوينا تحدي هي وصديقتها. المهم انه فنونة فازت فجابت لها احلى شيء تحبه. عندها افنان احلى هدية عشق مالتها. نعم فنقول لها شكرا يا صديقة فنونة وعاشت ايدك حبيبتي يعطيك العافية وهي هم شطورة. واو كل الاشياء اللي احنا نحبها. هذا صار لي سنتين واقفة عليه لان ما عندي خيط. هو شنو انا على اساس يعني هاي العطلة انه قلت لها ما اشتري لك كافي وهي صار ميولها شوية على شنو هاي اسمه الجديد الكروشيه فقلت لها ما اشتري لك نهائيا بس اريد خيط. بس انت ما تشتري لا انت ما تشتري لي صديقاتي يشتغل عندي بديل. هذا عندي بديل. هي عندها يعني مو ما اشتريها انه ما عندها هي اصلا عندها كوما وبزياده بس سبحان الله. بالعافيه ثانك يو ماي فريند. وهسه اجينا للسوبر ماركت اجينا نتسوق عندنا كم اشياء محتاجينها والجو بارد. اي فاحنا هو طبعا تعرفون هو غدا هو عشاء والجو بارد فيراد للشي هيك دافي جميل والجوال. اي وكنا احنا شنو مقررين نسوي شي مختلف. نعم ملينا فطار وافنان بيتزا افنان وياسين وعلي يابا شنو الغداء شنو العشاء فطار بيتزا ما عندهم خيار ثاني. واكو شيء انه افنان وياسين صار لهم فتره معكرونه علي ما يحب المعكرونه وحيره. فالمهم اجينا ناخذ لنا كم شغله وصورنا لكم وان شاء الله هم اكو بعد فيديو مال تجهيزات رمضان باذن الواحد احد ان شاء الله. نعم انتظرونا. وهاي بعد هي بدنا ناخذ بس والله ما قبل اخذنا الصوص واخذنا مال الباربيكيو واخذنا يعني هواي شغلات الحمد لله اللي محتاجينها. كان اكو عرض مسوين عروض هوايه يعني مناسبة شهر رمضان واهم يعني هوايه مناسبات فاخذنا الحمد لله. اخذنا دجاجة بعدين سويت قلت لها افنان روحي طلعي برا يم ابوك خليني انا وحدي لان ما تخليني يعني انا حتى شغله الاجي انسى شنو اريد. امي واقفه على وجه الدوام ما اريدها اكو هيجي يعني شنو تشوفه بطريقه ترى اشتريت ما تدري اشتريت انا وابوي. اقولها روحي هناك دوخي. لا هي تجي تدوخني الزن على راسي اني اضل فعلا اطلع اقول اني المنجل حتى الشغله اللي اريدها انساها. ابويا ذاك وياي صيح علي جايب يا كنت ما تحكي. واكيد طبعا كل عام وانتم بالف خير. مناسبه شهر رمضان ما ضل شي عليه ان شاء الله يبلغنا اياه ويقدرنا على صيامه وقيامه. وشويه هم نصائح ولو انتم ما تحتاجون بس هي إلنا قبل لا تكون لكم انه هو صح رمضان انه بدنا نسوق ودنا نحضر ودنا ننظف وتفريزات وهاي الامور. بنفس الوقت قبل لا تحضر بيتك بالضبط حضر نفسك هيئ نفسك نظف نفسك لرمضان فعلا لان شو عبادات ونور وروحانيه وكل فعلا يعني انه نفرغ نفسنا ننظفها من الداخل ننظف قلوبنا اي زعل نشيله اي شيء يعني بيننا وبين اي احد نحاول نصلحه ما نخلي خلوها ورا رمضان. والله سامعين هيك اكو واحد يجي يقول هم ما يعصبونا برمضان فنقول لهم اللهم اني صائم وبالعيد حسابكم وياي. دخل اشرح لكم افنان شو اسوي بيا بعرف تجيب بلاوي وبعدين تذبن براسي تجيب تجارب انا شفت هيك اكله اريد اجربها وبعدين جربتها وذبيتها طلعت مو طيبه عافتها
وهنا اكو تحضيرات رمضان منزلين اي كوشات كوشات وزينة وفوانيس ما شاء الله. بس احنا قلنا ما نصور لكم كل شيء، خليه للفيديو الخاص برمضان ان شاء الله. نعم. فاخذنا كنا والله هواي كنا محتاجين ندور على أشياء. أعواز ما الشوي. لا انا بصراحة كنت محتاجة، يعني عندي نقص بالاكياس المطبخ والكلينس والمنظفات. لا خلينا نحكي صدق شوي، أنا متعودة وحتى فنونة علمتها إنه إذا نريد ننزل للسوق أو للسوبر ماركت أي مكان اللي نحتاجه، لا قبل لا إيه؟ قبل لا نطلع أصلا من البيت نكتب ورقة وقلم، نكتب شنو أريد شنو هاي. أنا بطبيعتي أنسى بسرعة. زهايمر منذ الصغر. اي انا بطبيعتي فعلا يعني بسرعه انسى، وغير انه هاي مرات اجيب اشياء انا ما كنت ناويتها، فاني لما احدد واكتبهن لا التزم انه انا راح اجيب هاي الاشياء وارجع، وعلى مود هم الوقت وعلى مود يعني اوفر خلينا نقول، حتى ما نصرف اشياء احنا ما محتاجينها. ففعلا يعني انا اخذت الاشياء اللي اريدها ورجعنا اي كان عشان مشاوي، والحمد لله لان الجو كلش بارد مثل ما شفتوا مطر، حتى من خلصنا دخلناها جوا بالبيت. اي فعلا تدفينا عليه. اليوم راح يكون عشان مشاوي. واليوم شنو سوينا؟ تك عيني من هاي التخبل يا زمان طبعا فحبوها. سويناها ويا اللحم بس ما حبينا اللحم، سوينا مشكل كان لحم ودجاج بس فحبوا الدجاج حبينا اكثر. الدجاج. فهالنوب هسه قلنا لهم ما دام جو بارد وانتم جايين من الدوام اليوم نسوي لكم تكة دجاج. وهذا شوينا مثل ما تشوفون، نقول بسم الله ما شاء الله. فاليوم راح نسوي مشاوي، واني بالنسبه لي واني اول مره اشوي، بس راح اشوفكم شوي يخبل يعني على ما موجود وبابا ما موجود، فاني راح اشوي وفنان موجود، فنشوفكم الشوي المعدل اللي على اصوله. واكيد لازم طماطة وياها، فشويناهن والحمد لله. اخر شي لحقنا خلينا الشاي بالاخير وانزلطت، وهاي مثل ما تشوفون هاي بعضها يعني بعدنا ما كملنا الباقات، بس الحمد لله والشكر طلع كلش طيب. شوفوا زلطتي هاي زلاطة فنونة، واكيد ويا طرشي كانوا شغلات، والحمد لله الف عافية على الاكل. وفي نهاية الليل الصوبة الجميلة. اخر شي قعدنا على الصوبة الدافية لان كان الجو بارد كلش بارد. وهذا يومنا مثل ما شفتوا، الدافي والبارد والمطر، وصديقتي جابت لي هدية وعشت ويانا بعض من يومنا. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا، ولا تنسوا تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شي جديد على قناة ياسين وأفنان. وباي.